على أساس أنك أنت تصور فيديو احترافي بإعدادات صحيحة لازم تكون فاهم عن مثلث التعريض. إيش هو مثلث التعريض؟ مثلث التعريض يجمع ما بين 3 أشياء اللي هو الشتر سبيد سرعة الغالق، الآيزو حساسية الضوء، الأبيتشر اللي هو فتحة العدسة. هذه الثلاثة إذا عرفت تضبطهم صح فتكون عندك فيديو جودته حلوة وممتازة وتصويرك بيكون احترافي. أول حاجة لازم تضبطها تضبط الشتر سبيد. الشتر سبيد كيف تضبطه؟ عن طريق عدد الفريمات اللي أنت جالس تصور فيها. مثلا تصور 30 فريم معناته بيكون بتخلي الشتر سبيد على 60، وإذا كنت تصور 60 معناته بتخلي شتر السبيد على 120. وانت طالع كل ما زادت عدد الفريمات كل ما زاد الرقم للضعف. فهنا بتطلع لك مشكلة ثانية، انه اول ما ترفع الشتر سبيد بيكون عندك المقطع مالك مظلم. فهنا بتنتقل للمرحلة الثانية اللي هو الايزو تضبطه نفس الشيء نفس ما تضبط في الشتر سبيد. يعني كل ما رفعت الشتر سبيد نفس الشيء لازم ترفع الايزو لأنه بتكون عندك صورة مظلمة. لكن إذا نزلته نفس الشيء بتضطر أنك أنت تنزل الايزو، وهذا إذا كانت مثلا عندك تصوير في إضاءة معتدلة وتقدر تضبطها. لكن مثل دول الخليج مثلا إذا جيت تصور في الخارج حتى لو رفعت مثلا الشتر سبيد نفس الشيء بتكون في عندك إضاءة كثيرة، فتضطر أنك أنت تنزل الآيزو لآخر شيء يمكن توصله لل100. لكن بتكون في عندك إشكالية، يمكن تكون في عندك إضاءة زايدة داخل الكاميرا فتضطر تحلها عن طريق الأندي فلتر. تركب هذا يعمل نفس ما تعمل النظارة الشمسية على العين، فأنت تقدر تقلل الإضاءة عن طريق الأندي فلتر، أو أنك أنت ترفع الشتر سبيد أو تعدل في فتحة العدسة واللي بنتطرق فيه بعدين. لكن هذا بيكون بالعكس إذا كنت تتصور في تصوير الليلي يمكن لو رفعت الآيزو وانت جالس رافع الشتر سبيد فيكون عندك صورة فيها نوع من التغبيش أو بما يسموه النويس. فهنا لازم تعرف انت اعدادات الكاميرا تك، لأن في بعض الكاميرات إذا وصلت مثلا الايزو إلى 12800 بتكون عندك صورة صافية بدون أي نويز. هذا موجود في مثلا الكاميرا A7S3. في كاميرات الثانية ما أعرف كم الرقم يكون موجود. لازم تعرف كل كاميرا فيها رقم معين يقل فيها التغبيش هذا أو النويز. فأنت لما تأخذ كاميرتك لازم تقرأ عنها على أساس أنك أنت تفهم متى تضبط الآيزو وما يكون في عندك تغبيش. وطبعا هذا من كاميرا لكاميرا تختلف، ما كل كاميرات السوني نفس الرقم. مثلا في الآر نفس الشيء فيكم رقم ثاني، في الA9 نفس الشيء في رقم ثالث لها. يعني كل كاميرا لها إعدادات خاصة فيها، وانت هذا لازم تعرفه لما تشتري كاميرتك ولازم تعرف إعداداتها. فإذا ضبطت هذا الرقم أو كان عندك ما في نويز فأنت تجي للمرحلة الثالثة. فآخر شيء نجي نضبط فتحة العدسة. كل ما رفعتها يعني كل ما وصلت الرقم أعلى كل ما زادت عندك ظلمت عندك الصورة. كل ما نقصتها دخلت الإضاءة في الكاميرا، فمحتاج أنت ترجع تضبط مرة ثانية الآيزو. هذه الأشياء تعتمد على تصويرك أنت والإعدادات أنت كيف تريد تضبطها، إن كان تصوير في النهار وإن كان تصوير بالليل. لازم تفهم كيف تضبط الإعدادات عن طريق هذا المثلث. عسى إن شاء الله استفدتوا، وأشوفكم إن شاء الله في معلومة جديدة.